خطاب يغير حياة وحش الشاشة. في مرة كان بيحكي فريد شوقي الملقب بوحش الشاشة عن قصة خطاب غير مجرى حياته، وقال: كان عنده هوايتين وهو طالب في السن ال17. الهواية الأولى الملاكمة، والتانية التمثيل، وكان ماشي كويس في الملاكمة، وكان مدرب المدرسة بيحبه ورشحه للبطولة العالمية، دورة أولمبية في ألمانيا، وتستعد مصر للمشاركة فيها. وكان فريد بيكسب المنافسين وفاز ببطولة منطقة القاهرة، ولم يبقى أمامه إلا أن يفوز على بطل الإسكندرية عشان يسافر للبطولة الدولية لتمثيل مصر مع أبطال الملاكمة. وأصابه الغرور لأن أغلب الجمهور اللي بيحضروا كان بيشجعوه، لدرجة إن استهان بخصمه. المفاجأة بقى إن أول ضربة خدها فريد كانت الضربة القاضية، أغمى عليه وما فاقش إلا في غرفة الملابس. خلاص مفيش سفر، وبكى وحلف إنه عمره ما هيدخل حلبة الملاكمة تاني. هوايته التانية التمثيل. سنة 1949 تخرج من مدرسة، وكان يوسف وهبي أعلن عن مسابقة للوجوه الجديدة للانضمام إلى الفرقة المصرية، فقرر إنه ما يضيعش الفرصة، وكتب جواب للأستاذ يوسف وهبي وقال: أحيطكم علما يا أستاذي العظيم بأنني أستطيع أن أحكيك في التمثيل بذات الصوت والحركة المسرحية، ولهذا أرجو أن تختارني من بين من سيتقدم إليك حتى تضمن للفرقة المصرية بطلا يشق له غبار. ويوم المسابقة وقف فريد بين المتسابقين الذين تدربوا على مواقف من روايات مختلفة، وكانوا يتميزون بالوسامة والشعور اللامع والأناقة الكاملة، ولم أكن مثلهم. رغم ذلك كنت واثق من أنني سأكون بين الفائزين. وده اللي قاله فريد شوقي. وبدأ الأستاذ يوسف وهبي الامتحان، وندى عليه فريد شوقي قال له: أيوة يا بيه. أنا بدأ الأستاذ بالامتحان وكان واثق من نفسه، وأثر إعجابه بإجابته على كل الأسئلة، فأعطاه دور كومبارس بالفرقة، وبعدها أعطاه دور ثانوي، ثم التحق بمعهد التمثيل، ولم ينفصل عن الفرقة المصرية، وكان أول طريقه إلى عالم الفن، وبقى وحش الشاشة. فريد شوقي.